شفت دموع محمد صلاح امبارح، وشفت تصريح مستفز من احمد السيد زيزو، وشفت واحد زي محمد اسماعيل اجتهد وما قدرش يوصل للمكان اللي هو عايزها. اولا دموع محمد صلاح في ماتش ليفربول، محمد صلاح من ايام ما كان في فيورنتينا وراح من فيورنتينا روما وهو لاعب جامد في الدوري الايطالي لاسطوره من اساطير ليفربول اللي كسر ارقام تاريخيه كتير صعب حد يوصلها مصري، ده صعب حد يوصلها عالمي. محمد صلاح وصل لمرتبه، انا شفت دموع محمد صلاح قسما بالله انا كنت قرب ابكي، الجماهير بتبكي وصلاح بيبكي واللعيبه بتبكي. محمد صلاح مش مثل لشخص، ده مثل لاداره. محمد صلاح عمل شيء محدش هيعرف يكرره، خد مع ليفربول بعد 30 سنه حصد معاهم الدوري الانجليزي بدل المره حصدوا مرتين. محمد صلاح قدم حاجه مختلفه، في اخر ماتش ليه بيسجل اسيست اللي بيصبح اكتر لاعب صناعه اسيستات او اكتر لاعب عمل اسيستات مع ليفربول. ستيفن جيرالد 92، محمد صلاح وصل ل 93 اسيست، اكتر لاعب. محمد صلاح لا يبخل على ان هو قاعد يحقق ارقام قياسيه جديده. الحاجه المستفزه اللي انا شفتها خروجه في الدقيقه 74. يا اخي اخر ماتش ليه، ايه الاستفزاز اللي انت بتقدمه؟ انا مش فاهم. اخر ماتش ليه خلاص سيبه يلعب الماتش، سيبه يكمل الربع ساعه ولا نص ساعه الباقيه، تطلعه في الدقيقه 74 وهو صانع اسيست. ليه توصل بيك البجاحه ان انت تعمل حاجه زي دي؟ حاجه مستفزه. يعني ارنو سلوت ده عايز ايه؟ قسما بالله بجرعته نفس جرعه تنهاج لما مشى رونالدو. فصلاح اسطوره من الاساطير، صلاح محدش يقدر ينكر، محدش هيوصل للي وصله صلاح. فشابوه ليك يا ابني. ونبص هنا نلاقي حسام حسن ما خدش محمد اسماعيل. محمد اسماعيل طلع امبارح زعلان ان هو ما راحش المنتخب. محمد اسماعيل من حقه ان هو يشارك في المنتخب، في لعيبه كتير في المنتخب شهاده، عبد المنعم ولا ياسر ولاعيبه تستحق، ولكن محمد اسماعيل يستحق التواجد. محمد اسماعيل بيقدم اداء في الدوري ولاعب ممتاز، واداؤه في الدوري بارقامه ممتازه جدا، على صعيد ان هو مدافع مصري ومن اقوى المدافعين المصريه الموسم ده. عدم وجوده يحزن. محمد اسماعيل بيقول لك ان انا عارف ان انا ما كنتش هشارك من ساعه افريقيا، ان هو ما كانش معتمد عليا. دي نقطه. بيقول لك ان انا لعبت على نفسي وضغطت على نفسي عشان اشارك وما حصلش او ما بقاش في نصيب زي بعض وما حصل. وبيقول ان انا نفسي في افريقيا الجايه هبقى منافس بقوه ان انا اكون في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر في كان 2026 في افريقيا. فباذن الله يا ابني تحقق اللي انا كنت شايف ان انت تستحق، ولكن دي قرارات مدير فني، كل واحد ليه وجهه نظره، ومش هنزايد على حسام حسن اهلاويه ولا زملكاويه، كلنا واحد. تمام. ثالث نقطه معايا هو احمد السيد زيزو. انا راجل محايد، فلما احمد السيد زيزو يطلع يقول لك ان اللي زرعته في الزمالك حصده، انت يا اسطى انت مقتنع بالتصريح اللي طالع من لسانك؟ الزمالك اللي هيحصده منك، اللي بيحصد حاجه ده معلش مجلس اداره قدم بعد ما مشي مجلس الاداره دي له 6 7 سنين لسه بياخد بطولات. فانا اقول لا، ده مجلس الاداره ده اللي زرعه الناس بعديه بتحصده. مدير فني او مدير اداري صنع حاجات، او مدير فني مثلا جاب لعيبه واللعيبه بعد ما مشيت لسه بتاخد بطولات، فهيقول اللي انا زرعته بحصده. الكلام اللي انت بتقوله ده ما قالهوش محمد حلمي زموره، ما قالهوش لاعب كبير، ما قالهوش مجلس اداره عريق، ما قالهوش. فانا مستغرب من تصريح زي التصريح ده. انت بقى من وجهه نظرك معايا ايه اكتر حاجه مستفزه؟ التصريح بتاع زيزو، ولا حوار محمد اسماعيل وعدم مشاركته، ولا محمد صلاح ان هو مشي من ليفربول؟ اكتب لي رايك في الكومنتات.